لويد كان ولد صغير قريته كلها اتدمرت بسبب المعركة الكبيرة اللي حصلت ضد ملك الشياطين، ومن نظرة عينه الواحد يقدر يفهم قد ايه شاف حاجات دمرته وكسرت قلبه. وقتها ميرلين شافته واقف لوحده كده وحست بالذنب عشان هي اللي كان ليها يد في اللي حصل ده بسبب تهورها. قررت تكفر عن غلطتها وتاخده يعيش معاها وتوفر له بيت جديد وطريق جديد في حياته. واثناء ما هو عايش معاها قررت كمان تعلمه السحر. اول تعويذة حاولت تعلمها له كانت تعويذة النار، وطريقة تعليمها ايه بقى؟ كانت بتوري له التعويذة 3 ثواني وتقول له لو معرفتش تعملها مش هتتعشى. رغم ان الموضوع كان صعب جدا عليه، بس بالليل قدر في الاخر يولع شعلة نار صغيرة في ايده. ولما راح يفرجها عليها بدل ما تشجعه بصت له كده وقالت له ان النار بتاعته ولا حاجة، وولعته وحوطته بكمية نار كبيرة عشان ما عملهاش صح. بس في الاخر خلته يتعشى عشان يتعلم التعويذة. تاني يوم ميرلين بدلت موضوع التدريب وقالت له انه هيتعلم سحر المية. سحبت رجلها على الارض طلعت نافورة مية صغيرة وطلبت منه يعمل زيها، بس كل اللي قدر يعمل عليه انه يرطب الارض شوية. وكان فرحان جدا بنفسه، بس ميرلين ما كانتش مبسوطة خالص، فراحت قلبت عليه جرد المية علشان توريه يعني ايه سحر مية بجد. ومع الوقت لويد فضل يتدرب وهي كل شوية تعاقبه لو ما عملش الحاجه صح. بس الغريب ان الطريقه بتاعتها دي فعلا كانت فعاله جدا، علشان مع دخول الشتاء لويد بقى شاطر جدا في السحر لدرجه انه قدر يعمل تمثال جليد على شكل ميرلين كده بحركه صباع. كانت حركه حلوه جدا منه، هو قصده يفرحها وفعلا هي اتبسطت، بس هي ما رضتش توري له ده. خدت التمثال وسيطرت عليه وخلته يجري ورا لويد وهي مكبراه 30 متر علشان توري له يعني ايه بقى سحر الجليد بجد. والتمثال وقع وهو وقع معاه. بس في الوقت ده كانوا هما الاتنين خلاص فاهمين بعض كويس، واول ما طلع من وسط التلج قال لها انه هيشتغل اكتر على السحر بتاعه، وهي ابتسمت كنوع من الموافقه. مرت الايام، وفي يوم من الايام ميرلين كانت مرميه على الكنبه عندها صداع موت. لويد يدخل يطمن عليها وسالها ان كانت كويسه ولا لا، قالت له انها حاسه انها بتموت. لويد حب يساعدها، حط ايده على جبينها وفعل سحره علشان يخفف عنها الصداع. بعد شويه صغيرين حست ميرلين انها بقت احسن كتير، قعدت وشكرته انه عالجها. بس اول ما قامت على رجلها قالت له خلاص يلا بقى على التدريب، وجرجرته بره تاني. والايام فضلت ماشيه على الحال ده سنين، لحد في يوم من الايام وصل لها كتاب بالبريد قلقها جدا. في اللحظه دي لويد خبط على الباب علشان يقول لها ان العشاء جاهز. قالت له انها جايه وبدات تخبي الكتاب، بس وقع منها قدامه. لويد مسك الكتاب ولما لمسه كل المعلومات اللي فيه دخلت دماغه مره واحده ووقع على الارض من كتر المعلومات اللي اندفعت جواه. ميرلين استوعبت اللي حصل واتصدمت علشان اكتشفت ان لويد عنده صفات المختار. شالته على السرير، قررت لو فعلا هو المختار مش هتسيبه يعيد نفس غلطها، وحطت عليه تعويذه خفيفه علشان تحميه من الغرور اللي هي نفسها وقعت فيه زمان. تاني يوم رجعوا للتدريب تاني، المره دي خرجت به للغابه علشان يتدرب على السحر الابيض. لويد جربه على فاكهه واحده وخلاها تكبر وتبقى طازه وجميله. ميرلين شكرته وقالت له انه شاطر، بس كمان ورته ان لسه قدامه كتير. حطت ايدها على الشجره كلها وخلتها مليانه خضره. وبالليل كانت قاعده بتساعده يذاكر وشرحت له ان الاورك اللي بيعرفوا يستخدموا سحر نادرين جدا وبيتحكموا في الوحوش. وهو بيقلب في الكتاب لاحظ حاجه اسمها السحر القديم، واول ما نطق بيه ميرلين اتغيرت ملامحها وقالت له انه مش محتاج يعرف حاجه عن السحر ده. ميرلين كان عندها دروس تانية بتديها لويد، زي مثلا انها علمته ازاي يستدعي عصايه السحر بتاعته باسرع ما يمكن. بس طبعا لويد ما عملهاش بسرعه كفايه، فقامت مطلعه له عصايه وخبطته بيها على دماغه، وقالت له وقتها انه مهما بقى قوي عمره ما ينفع يهمل تدريبه. ولويد وعدها انه دايما هيفضل ملتزم. بعد كده بدات تعرفه على الاحجار السحريه، شرحت له انها عباره عن طاقه سحريه متجمده، والقدره دي ممكن تحول الحاجات اللي حواليها لاحجار سحريه كمان. مرت السنين، وفي يوم من ايام التدريب الغريبه بتاعتها خدت لويد وودته حته مقطوعه ما فيهاش حد، وادته سكينه وقالت له هتعيش هنا وهتدبر نفسك بنفسك وترجع البيت لوحدك. وقبل ما يلحق يعترض كانت طارت اصلا وسابته في نص الغابه. اول ما مشيت ميرلين ظهر له ديب ابيض وهاجمه على طول. لويد جرى واتشال في الشجره علشان يستخبى منه، وكان حاسس ان سحره الابيض مش هيكفي انه يهزم وحش بالحجم ده. فقال مفيش قدامه غير انه يجري ويحاول يرجع البيت ويتفادى اي وحش يقابله في السكه. بس لما استخدم سحره علشان يشوف الطريق اكتشف انه بعيد جدا عن البيت، فمفيش حل غير انه يزحف واحده واحده وسط الغابه. ولما الليل جه قعد يذاكر التعويذات بتاعته ويطور فيها على قد ما يقدر. كام يوم عدى عليه بنفس الطريقه لحد ما في مره داس على فرع شجره عمل صوت قلق انتباه عنكبوت عملاق. لويد اتشل من الخضه، جرى في الاتجاه التاني وهو مفعل تعويذه السرعه عشان يعرف يهرب من العنكبوت. وفي الاخر قدر يوصل البيت سليم، بس اول ما وصل وقع قدام الباب من كتر التعب. ميرلين شافته واتبسطت جدا بيه انه قدر يرجع لوحده. ومرت كذا سنه تانيه، وفي مره وهو بينظف البيت لمح كتاب على مكتب ميرلين مكتوب فيه عن بلد معينه، سالها لو يقدر يستلفه. ردت عليه وقالت له خده خالص. في الوقت ده كان خلاص تقريبا خلص تدريبه وما بقاش فيه دروس غشيمه زي الاول، بس بدل كده ميرلين بقت تجرجره كل يومين علشان يساعدها في اختراع تعويذه جديده. لويد كان شاطر جدا في تطوير التعويذ وكان مبسوط انها بقت بتعامله كانه منافس ليها مش تلميذ. بس المشكله الراجل بقى له اسبوع كامل ما نامش عشان ميرلين مش بتسيبه ينام وبتخليه قاعد معاها طول الليل علشان البحث. بدا يزهق من الضغط المستمر، وفي نفس الوقت كان فضوله زايد علشان يشوف الحياه في المدن شكلها ايه. قرر قرار مجنون، وتاني يوم ميرلين طلعت اوضته علشان تطلب مساعدته في بحث جديد. اتفاجئت انه مش موجود اصلا، وبصت على الكتاب اللي على مكتبه وعرفت تقريبا هو راح فين. في اللحظه دي كان لويد وصل المدينه فعلا، اول مره يشوف فيها الزحمه والناس رايحه جايه بشكل منظم. واقف واشترى رغيف عيش، بس للاسف خلص كل فلوسه. فاستوعب انه محتاج يلاقي شغل بسرعه. ومن حظه الحلو بوستر اعلانات بيطير في وشه بيقولوا انهم طالبين مغامرين. من غير تفكير سجل اسمه معاهم، بس في واحد غامض كان بيراقبه ومستغرب انه اختار الطريق ده. بعد ما سجل مع فريق المغامرين طلعوا
فوق القلعه علشان يحاربوا وحش عملاق. القائد بتاعهم اللي اسمه الين طلب من المعالجه شينا انها تعالجه، بس قبل ما تلحق تعمل حاجه لويد فعل تعويذه تعزيز خفيفه خلاهم كلهم يحسوا ان طاقتهم رجعت اقوى من الاول. الفكره بقى ان ولا واحد فيهم خد باله ان هو السبب لانه ما قالش حاجه. بعد التعزيز الرامي ضرب الوحش في عينه وماك صد الضربه من ايده وكانت مصدومه قد ايه الموضوع كان سهل جدا. الين ما فكرش في كده خالص ولا حتى استغرب ليه بقى اقوى فجاه، وراح مخلص على الوحش بضربه واحده ومقتنع بقى ان هو البطل اللي عمل كل حاجه. بس الفارس كان واخد باله ان لويد ليه يد في القوه اللي ظهرت دي فجاه. بعد ما خلصوا على الوحش رجعوا المدينه وقال ان اتعمل له استقبال الابطال علشان ما حدش كان قادر يهزم الوحش ده قبل كده. المكافاه كانت كبيره جدا زي ما كانوا متوقعين، بس الين ادى لويد 5 عملات بس وقال له ان الاجر قليل علشان هو لسه مغامر مبتدئ. لويد خد الفلوس وما اتكلمش، ولما الين اقترح يحتفلوا مع بعض وينزلوا يشربوا لويد اعتذر ومشي علشان مش بيحب الجو ده. الساحره بتاعت الفريق اتضايقت انه مش عايز يشرب معاهم، بس الين قال لها عادي نقدر نجيب اي ساحر ابيض غيره، وكانه ما كانش ليه لازمه اصلا. وفي الوقت ده عند بيت ميرلين الراجل اللي كان بيراقب لويد قبل كده رجع وظهر قدام ميرلين. ميرلين سالته لو عنده اي اخبار عن لويد، وهو الراجل ده قال لها ان لويد وصل للمدينه وانضم لفريق الابطال. ميرلين اطمنت اول ما عرفت انه بخير، وكانت حاسه ان ده وقته فعلا انه يخرج ويشوف الدنيا بنفسه، وكانت بتدعي انه ما يتغرش بنفسه زي ما هي اتغرت زمان. ولسالها لو لسه ندمان على اللي حصل زمان. ملامح ميرلين اتغيرت كده بنظره كره لنفسها وهي بتفتكر غلطه عمرها. ساعتها ملك الشياطين كان ناوي يفجر نفسه عشان ياخد الكتاب السحري، وميرلين ما توقعتش ده ابدا. النتيجه قريه كامله اتمسحت من على وش الارض في ثانيه، وكل اللي فيها ماتوا حتى هي. بس وقتها واحد من اعضاء فريقها قدر يستخدم سحر قديم قوي جدا علشان يرجع كل اللي ماتوا للحياه تاني. استغفر الله العظيم يا رب. بس حياته هو كانت الثمن، ومن يوم ما ميرلين مش قادره تسامح نفسها. نرجع بقى لويد اللي لسه مع فريق الابطال، وكل مره الين او حد من الفريق بيحصل له مشكله في القتال لويد كان بيكون وراهم دايما بيقويهم بتعويذات تعزيز تخليهم اقوى واسرع، وعلشان كده عندهم سجل انتصارات شبه مثالي، وكل واحد فيهم في افضل حالاته. بس ولا واحد فيهم عارف ان لويد هو اللي شايلهم كلهم من غير ما يتكلم. في نفس الليله رينا كانت قاعده في اوضتها بتذاكر حاجه عن الدفاع، وفجاه الين دخل عليها علشان يشوف بتعمل ايه. قالت له انها بس بتراجع حاجه مضايقاها علشان ضربات الوحوش على دراعها بقت اخف من الاول ومش فاهمه ده ليه. الين اعترف ان هو كمان حاسس بنفس الاحساس، بس افتكر ان ده علشان موهبته الطبيعيه. بس رينا فكرته انه اصلا مش بيتدرب كفايه اليومين دول، يعني مفيش سبب منطقي انه يكون بقوه فجاه. وفي الغابه بره المدينه في نفس الليله شويه حراس كانوا مخلصين دوريتهم الليله، وفجاه واحد منهم صرخ من الالم. زميله بص لقى جولم عملاق واقف فوقه. تاني يوم الصبح قائد الحراس راح لقال انه طلب مساعدته. قال له ان الحراس اللي كانوا في الدوريه اتقتلوا بطريقه بشعه جدا. قال وافق على طول لانه افتكر ان هزيمه جولم هتكون سهله جدا. في نفس اليوم راحوا لمكان الجولم، وبفضل سحر التتبع بتاع لويد قدروا يحددوا مكان الجولم اللي مستخبي في كهف ورا الشلال. وطبعا طول ما لويد وراهم بيدعمهم قدروا يهزموا الجولم بسهوله. بس كان في شيطان مستخبي قريب كون جولم تاني كمان. لويد ركز شويه عليه واكتشف انه بيستخدم عصايه سحريه وحجر سحري يتحكم به في الجولم، والاحجار السحريه دي خطيره جدا فكان لازم يتصرف بسرعه قبل ما الدنيا تبوظ. فعل تعويذه الدقه وطلب من لولو انها تضرب سهم في الشيطان. لولو اتفاجئت من امره فجاه، خصوصا ان الشيطان مستخبي ورا حيطه، بس عملت اللي قاله وبرغم كده سهمها جاب هدفه. بعدها امر ميا انها تنقل العصا ليه بتعويذه نقل، واول ما وصلته خلى قوتها تتختم بتعويذه ختم. قال ان اتنرفز جدا ان لويد بقى بيأمر الفريق مع انه هو المفروض القائد، فقرر يثبت سيطرته بنفسه وعمل اغبى حاجه عملها، هجم عشان يخلص على الجولم بايده. لويد شاف انه هيتقتل لو فضل مكمل كده ففعل تعويذه السرعه وجرى زقه بعيد قبل ما الجولم يفرم دماغه. بس قال ان ما شكرهوش حتى، بالعكس زعله انه عطله. وبعد ما خلص على الجولم رجعوا المدينه. طرد لويد من الفريق بحجه انه بيسيب الشغل على الباقيين وما بيعملش حاجه مفيده، وبسبب السنين اللي قعدت ميرلين تقول فيها انه مستواه مش كفايه صدق على طول ان هو المشكله ووافق انه يمشي من غير ما يتكلم كتير. فضل بقى يدور على فريق تاني ينضم ليه، بس للاسف ما كانش ليه علشان معظم الفرق مليانه والصحراء اللي زي لويد ما لهمش طلب عالي. بنسيب لويد دلوقتي وبنروح نشوف مجموعه مغامرين رايحين يهاجموا منطقه عصابه. المهمه دي رتبه ايه يعني لازم يكونوا حذرين قوي. الفرقه بتاعتهم اسمها كلوم وفيها واحده اسمها كلوم شكلها متضايقه من حاجه ومش لاقيه دافع علشان تكمل المهمه، بس برضه بداوا الهجوم بسرعه قبل ما العصابه تستعد. السحاره في فرقتهم سليكا بدات تهمم بصوت عالي علشان تفعل تعويذتها. واحد من العصابه لاحظ وقال لزميله استنوا لحد ما السحاره دي تخلص وبعدين نهاجم. العصابه بدات تتحرك وهم حاطين دروعهم قدامهم. لما سليكا تعبت العصابه هجمت، بس الرامي في فرقه المغامرين كروس كان دايما بيغطي ظهرهم من بعيد. ضرب سهم على كل واحد فيهم وكل العصابه وقعت. الفرقه دي متوازنه بشكل كويس جدا، حتى يوي اللي هي قائده الفريق بتحارب بالسيف كانت تقدر تدافع عن نفسها كويس. ولما اتزحلقت مره المدافع بتاعهم داجرز حماها بدرعه. كلهم استخدمت سحرها علشان تقوي داجرز، وبالقوه والزياده دي داجرز هزم العصابه وكسب المعركه. زعيم العصابه بدا يرتبك ويدور على طريقه يهرب بيها، بس قبل ما يعمل اي حاجه يوي لقيته وقالت له يستسلم من غير دوشه. الزعيم طلب من يوي تقول له هي مين اصلا وايه اللي جابهم هنا فجاه. هنا بنلاحظ القلاده الذهبي اللي في رقبتها، ودي علامه انها مغامره رتبه اس. ومش هي بس، كل الفرقه بتاعتها رتبه اس، ودي اقوى رتبه يا صديقي. يعني دول ناس مش سهلين خالص. زعيم العصابه لسه عنده ورقه اخرها قال في دماغه انه حتى لو هم رتبه اس مش هيعرفوا يغلبوا اللي هيستدعيه دلوقتي. استخدم عصايته وفعل تعويذه استدعاء وظهر جولم عملاق من تحت الارض. يوي هجمت بكل ثقه وضربت الجولم بسيفها بكل قوتها، بس الجولم ما تاثرش تقريبا. كلهم اللي كانت تايهه في عالم تاني
يعني في الاول رجعت تتوه تاني وما سمعتش لما يو قالت لها تقويها. يو اضطرت تزعق علشان تفوقها، ولما كلوم فاقت اخيرا عملت تعويذه التقويه ويو ضربت الجولم ضربه واحده قسمته نصين والمهمه خلصت. قبضوا على كل العصابه بما فيهم الزعيم، ويو راحت لكلهم تتكلم معاها عن اللي حصل. كلهم اعتذرت وقالت انها مش عارفه تركز وانها ما بقتش تستاهل تكون مغامره. يو فهمت ان كلهم متضايق بسبب اختها سيلفي، سالتها سيلفي عامله ايه اليومين دول، بس قبل ما كلهم ترد المشهد اتغير. رجعنا للويد اللي بقاله 3 ايام بيحاول يلاقي فرقه جديده ومش عارف. سمع واحده بتزعق عند الريسبشن وبتقول انها محتاجه ساحر ابيض بسرعه. لويد ما فكرش كتير، راح لها وقال لها انه ساحر ابيض. يوي ما سالتش رتبته حتى، مسكته من ايده وخدته جرته على مقر الفرقه، قدمته للفرقه واعلنت انه رسميا عضو جديد، مع انه لسه ما قالش انه موافق. زمايل يوي فهموا على طول انها جابته من غير ما تشرح له حاجه، ودي عادتها يعني. كروس شرح له ان السبب في الاستعجال ده ان عندهم مهمه مستعجله ومن غير كلهم مش هيعرفوا يخلصوها. محدش في الفرقه شايف ان لويد هيبقى بديل كويس، وحتى لويد نفسه ما عندوش الجرأه انه يثبت العكس، خصوصا لما عرف ان الفرقه دي كلها رتبه اس. هو اصلا مستسلم ومش شايف نفسه قد الكلام، بس يوي مش زيه، اصرت انه يوريهم سحره. لويد كان متاكد انه هيفشل ويخيب ظنهم، بس قال يجرب يعني هيخسر ايه. استدعى عصايته بسحر التخزين، ودي الوحيده خلت الفرقه كلها تتصدم، وفي ثواني استخدم سحره وقوى قوتهم البدنيه كلها في ثانيه. في الاول محدش حس بالتغيير، بس يو قالت تختبر الوضع، ضربت ضربه واحده بسيفها على شجره، الشجره اتقطعت زي الزبده، الكل بقى مصدوم، بقهم مفتوح، عينيهم مبرقه. لويد شرح لهم انه مش بس قواهم بدنيا، لا ده كمان ضاف كذا طبقه من السحر اللي بيزود القوه بشكل كبير. الكلام ده خلاهم يدركوا ان لويد ده مش سهل خالص، بس هو نفسه لسه مش فاهم ان هو بالشكل ده. قال لهم انه استخدم 5 تعويذ مختلفه علشان عارف انهم مغامرين رتبه اس، وكان خايف ان تعويذه واحده بس تبقى عاديه وما تعجبهمش، هو بس كان عايز يعمل حاجه تليق بيهم. لما شاف تعبيرات وشهم المصدومه افتكر انه فشل وان اللي عمله كان عادي، وده طبعا علشان ثقته بنفسه صفر من كتر التنمر اللي شافه. قال لهم انه مش عايز يبقى عليهم وانه هيمشي. في الاول الكل كان لسه في صدمته، محدش نطق حتى، بس يو فات بسرعه وزعقت بقى على صوتها لويد سعاده الباشا ارجع هنا لو سمحت. رجع يسمع هم عايزين يقولوا ايه، حكى لهم عن قصته وازاي فرقته طردته علشان قالوا انه ضعيف. يو اتفاجئت انه كان من فرقه الابطال اصلا، بس هو قال لها ما تتفاجئش قوي، انا مش بالقوه دي. الواد ثقته فعلا في الضياع. نصحهم انهم يرجعوا الساحره بتاعتهم القديمه علشان دي هتبقى احسن ليهم. هنا بداوا يحكوا له عن كلهم، قالوا له انها كانت كويسه وبتعرف تشتغل معاهم، بس اختها سيلفي مريضه وده اثر عليها. كلهم كانت مغامره وفي نفس الوقت بتعتني باختها، لكن الفتره الاخيره تعبت قوي وتركيزها بقى صفر، وفي اخر معركه كلهم اتلخبطت وكان ممكن تضيع الفرقه كلها، مع انهم كانوا عادي انها تفضل معاهم، بس هي اللي قررت تستقيل علشان خايفه عليهم. يوي قالت انهم عاده بيعرفوا يمشي حالهم في المغامرات من غير ساحر، بس في المهمات رتبه ايه لازم يكون فيه واحد معاهم والا هيتهانوا. كلهم ما كانتش بس عضوه قويه، دي كمان كانت صاحبتهم. يوي قالت انها قلقانه عليها والباقيين كمان عبروا عن قلقهم. لويد لاحظ انهم فعلا قلقانين عليها، ولما قالوا له انها فعلا زي اختهم حس ان كلهم محظوظه ان عندها زمايل زي دول مش زي الزباله اللي كانوا معاها قبل كده. سالهم عن مرض سيلفي وعرف انها بتتحول لحجر سحري. افتكر كتاب قرأه مع ميرلين زمان وكان سالها لو الحاله دي ممكن تتعالج. ميرلين قالت له انها فعلا ممكن تتعالج، ولما شاف انه ممكن يساعد طلب من يو انها توديه لبيت كلهم. راحوا هناك وكلهم فتحت الباب وقعدوا يتكلموا وسالها عن المرض. كلهم حكت له انها واختها كانوا مغامرين، وفي يوم اخدوا مهمه وسيلفي اتجرحت وهي ما كانتش موجوده وقتها، بس لقت اختها متبهدله. لويد سالها عن تفاصيل المرض. كلهم قررت بدل ما تحكي توريه بنفسه. فتحت اوضه سيلفي ولويد حس بطاقه سحريه قويه طالعه من الاوضه. كلهم قربت من اختها وشالت الغطا، لقوا ان رجلين سيلفي وايديها بقوا حجر بالفعل. قالت لهم ان سيلفي هتتحول كلها لحجر في النهايه. لويد قال انه ممكن يعالجها، بس كلهم ما كانتش مصدقه. قالت له انها كلمت سحرة كبار كتير ومحدش عارف يعمل حاجه، فازاي ساحر عادي زيه هيعرف يتصرف. لويد سالها لو الاصابه حصلت في كهف، وكلهم اتفاجئت وقالت له ايوه. فحص مكان الاصابه واتاكد ان الطاقه السحريه اللي في جسم سيلفي هي اللي بتسبب ده. كلهم كانت لسه شاكه فيه، بس هو قال لها ان معلمته قالت ان العلاج ممكن. يوي كمان شجع كلهم انها تثق في لويد وقررت تديله فرصه. لويد طلع عصايته وبدا يعمل تعويذه قويه وقال لهم ان عمل سحر هيعكس الطاقه السحريه الزايده في جسم سيلفي، ودي هي اللي كانت بتسبب المشكله. لويد لو عرف يقلل الطاقه السحريه الزايده في جسم سيلفي هيقدر يعالجها، ومن غير ما يضيع وقت بدا يعمل تعويذه علاج على طول. كلهم بصت له بذهول وقالت السحر اللي بتستخدمه ده مش عادي خالص. لويد اعترف انه فعلا نوع مختلف وبيستهلك طاقه سحريه اكتر من المعتاد، بس برضه قال لها ده مجرد سحر علاج عادي يعني، وكمل شغله. ويو سالت كلهم ايه رايك في اللي بيعمله. كلهم ما قدرتش تكذب وقالت انه مش عادي الولد ده بيعمل تعويذتين مختلفتين خالص في نفس الوقت ولسه عنده طاقه وتركيز يشغل الاتنين مع بعض. يو نبهوا كلهم ان جسم سيلفي بدا يرجع زي الاول. كلهم جريت تمسك ايد اختها وهي بترجع لحالتها الطبيعيه. الكل كان مصدوم وفرحان في نفس الوقت. كلهم كانت مبسوطه قوي، بس قالت لهم انها مش هتقدر ترجع للفرقه لانها بمجرد ما سيلفي تبقى كويسه هيرجعوا يشتغلوا كمغامرين مع بعض. طب ما تتعظوا وتشوفوا لكم شغلانه غيرها. عرضت عليهم انها تعشيهم بعدين كطريقه تشكرهم بيها، وقالت للويد انها متاكده ان الفرقه هتبقى في امان معاه، بس هو رد وقال لها انا لسه مش عضو في الفرقه اصلا. وكلهم اتفاجئت انه لسه مش واثق في نفسه. الفرقه طلعت تتعشى سوا، ويو بدات تحكي للباقيين عن اللي عمله لويد وازاي عالج سيلفي بطريقه خرافيه. مهما حاولت تخليه يحس انه عمل حاجه عظيمه، لويد كان لسه مش شايف نفسه قد المقام. يوي قالت له بلاش تواضع زياده عن اللزوم، انت عملت حاجه جامده جدا. بداوا يتكلموا عن المستقبل، ولويد افتكر فرقته وازاي كانوا بيحسسوا انه مش نافع مقارنه باحساسه دلوقتي مع الفرقه
الفرقه دي فدي حاجه تانية خالص. فسالهم وانا ممكن انضم ليكم؟ الكل اتفاجئ لان هو اللي كان رافض في الاول. قالوا له ان هم كمان عايزينه معاهم وكده. لويد انضم رسميا للفرقه، وبمناسبه انضمامه رسمي يو قالت له النهارده الاكل كله علينا، كل بقى براحتك لحد ما تشبع. وفعلا لويد قعد ياكل ويهجم على الاكل كانه اول مره يشوف اكل في حياته، كل طبق وراه طبق والطعم بالنسبه له كان خرافي. بعد ما خلصوا اكل واحتفال يو فكرت الكل ان لسه في مهمه قدامهم ولازم يجهزوا لها خطه، بس قبل اي حاجه قرروا يشرحوا لويد تفاصيل المهمه الاول. يوي طلعت ورقه المهمه وداجس بدا يشرح ان المهمه عباره عن القضاء على مجموعه وحوش بتهاجم المزارع في المنطقه. الناس هناك مش قادرين يوقفوا الوحوش لوحدهم، والمشكله ان في اكتر من نوع وحش ماشيين مع بعض وده مش طبيعي خالص. الحاله غريبه ومحدش عارف ايه ممكن يحصل، بس طالما الناس محتاجه مساعده يبقى دورهم كمغامرين انهم يتحركوا. لويد وافقهم الراي وقال لهم انه جاهز. الخطه كانت ان يو وداجس مش هيبقوا مفيدين قوي لو حصلت مواجهه كبيره ضد عدد من الوحوش، فاعتمادهم هيبقى بشكل اساسي على سيليكا وسحرها اللي بيضرب مجموعه كبيره في مره واحده. بس استخدام السحر ده بياخد مانا كتير جدا، وسيليكا كانت خايفه انها ما تقدرش تخلص عليهم كلهم لو كانوا كتير بزياده. يو سالت لويد لو عنده تعويذه هجوميه يقدر يستخدمها، فقال لها انه يعرف شويه تعويذ، بس تعويذ السحر الابيض مش بنفس قوه سحر القتال اللي مع سيليكا، ومع كل ده لسه لازم يحطوا خطه قتال واضحه. فداجس اقترح ان هو ويو يطلعوا قدام ويجذبوا انتباه الوحوش، واول ما الوحوش تبدا تلاحقهم الخطه كانت ان داجس يقودهم ويجمعهم في مكان واحد، وساعتها سيليكا تضربهم بضربه واحده وتخلص عليهم. اما كروس فمهمته انه يفضل جنب سيليكا ويحميها وهي بتجهز تعويذتها، ولويد بقى هيكون مسؤول عن العلاج والدعم السحري للفريق. سيليكا كانت متحمسه انها تتلقى دعم من لويد لانها عارفه ان التعويذات بتاعته قويه جدا، بس هو لسه مش فاهم الناس شايفاه قوي ليه. يوي في الاول كانت فاكره ان لويد بيتواضع كده وخلاص، بس دلوقتي بدات تلاحظ انه فعلا مش مدرك هو قد ايه قوي، فقالت له لازم تبقى واثق من نفسك شويه. لكن لويد فكرها بحاجه وقال لها ما انا اتطردت من فريق البطل علشان كانوا بيقولوا عليا ضعيف، فصعب اصدق اني جامد يعني. بس الفريق كله كان مستغرب ازاي في ناس عندها العمى ده، وقالوا له انهم واثقين فيه جدا، وفعلا كلهم حسسوا انه مرغوب فيه ومحل ثقه، وده كان مفرح ليه جدا. بعد ما خلصوا الاجتماع بتاع الخطه اتفقوا كلهم انهم يتجمعوا الصبح بدري عشان يبداوا المهمه، وهم ماشيين كلهم ناحيه الفندق داجس لاحظ ان لويد ماشي في الاتجاه المعاكس، فراح ساله هو انت رايح فين يا نجم؟ لويد اتكسف شويه واعترف له انه مش معاه فلوس يبات في فندق وبيقضيها نايم تحت الكوبري من اول ما جه المدينه. داجس اتصدم ورفض الموضوع تماما، طلع كيس فيه شويه ذهب واداهوله وقال له خد دول واعتبرهم سلفه، رجعهم وقت ما تاخد فلوس المهمه. لويد حاول يرفض مش حابب ياخد فلوس ببلاش، بس داجس اصر قال له يا عم قلت لك سلفه وبرجعهم، ولويد شكره جدا. داجس قال له يلا بقى المهم تعالى ننام في السرير زي البني ادمين. الليله دي كانت اول مره لويد ينام على سرير من فتره طويله، وكان ممتن جدا للفريق اللي طلع ناس طيبه ومحترمه. وتاني يوم الصبح كلهم اتجمعوا قدام بيت يوي عشان يستعدوا للمهمه، واول ما يوي طلعت لهم استغربت جدا ان محدش شايل شنطه. سالتهم هو فين الادوات بتاعه المهمه، ردوا عليها وقالوا لها لويد خزن كل حاجه باستخدام تعويذه التخزين بتاعته عشان نوفر المجهود والمساحه. لويد عرض عليها نفس الخدمه، واول ما خزن شنطتها شكرته. لويد قال لهم على فكره ممكن اعلمكم تعويذه التخزين دي لانها مش معقده قوي. الباقيين استغربوا قالوا له ده احنا كنا فاكرينها حاجه خاصه بالصحراء الكبار بس. رد وقال كل واحد فينا عنده شويه مانا ومع شويه تمرين ممكن تتعلموها وتطوروها كمان. الفريق اتحمس وطلبوا منه يعلمهم، فقال لهم انا جاهز يلا بينا. وبعد شويه بداوا رحلتهم، واثناء ما كانوا ماشيين وصلوا لحدود مملكه الشياطين، والوضع كان هناك هادي شويه. الشياطين ساكتين اليومين دول، بس محدش ضامن امتى قرروا يرجعوا ياخذوا القاره تاني. في الوقت ده في الغابه كان في واحد لابس عبايه سودا بيعمل طقوس غريبه. الفريق وصل لاول نقطه تفتيش في الرحله اسرع من ما كانوا متوقعين، وقرروا يعملوا معسكر على جنب النهر. لويد طلع كل معدات التخييم من تعويذه التخزين، وكلهم بداوا يشتغلوا مع بعض وينصبوا الخيام ويجهزوا النار بتاعه الليل. وبعد شويه تعب يوي كانت حرانه وقالت لداجس انا خلاص هموت. ايه في ايه، ينفع اروح استحمى شويه في النهر؟ داجس قال لها لسه في شغل ولازم نلم شويه خشب للنار، لكن لويد اتطوع وقال لهم انا هلم الخشب، روحي يا شيخه انت استريحي. يو شكرته فورا وخدت سيليكا معاها وراحوا سوا. وبعد شويه لويد كان في الغابه بيجمع خشب، واول ما خلص وجمع كميه كويسه كان راجع للمعسكر. فجاه سمع صرخه جايه من ناحيه النهر. يو وسيليكا كانوا بيستحموا فعلا، بس اتفاجئوا بوحش كبير طالع من الميه، وكان وحش مرعب جدا يا صديقي، والاسوأ انهم مفيش معاهم اي سلاح. الموقف كان صعب جدا، ولو لويد ما اتحركش بسرعه هما الاثنين هيبقوا في خطر كبير وقدامهم احتمال كبير يتاكلوا. لويد نط من فوق وبدا ينزل بسرعه على الصخور، وفي السكه وهو بيقع رمى كره نار صغيره علشان يشد انتباه الوحش، وبمجرد ما الوحش ركز مع الكوره دي صرخ ليو وسيليكا وقال لهم يروحوا بسرعه ناحيه الشط. وفعلا اول ما قربوا طلع سلاحه من تعويذه التخزين ورماه ليهم. في نفس الوقت رمى عليهم تعويذات تعزيز عشان يقويهم. اول ما جهزوا نفسهم يو نطت على طول وشالت راس من راس الوحش بضربه واحده. سيليكا نادت بسرعه وقالت للويد ويو يستخبوا لانها ناويه تضرب تعويذه ناريه. هما الاثنين نطوا بعيد في اللحظه المناسبه، وسيليكا ضربت ضربه نار حرقت باقي جسم الوحش كله في ثانيه واحده. كانت مصدومه من اللي عملته لانها عمرها ما عملت تعويذه بالقوه دي قبل كده، وما كانتش تعرف ان لويد كان رامي عليها تعويذه تقويه قبلها، وده السبب اللي خلى قوتها تعلى كده فجاه. ولما رجعوا كل واحد كان بيحاول ينسى اللي حصل، لويد قرر يشغل دماغه بحاجه مفيده وبدا يعلمهم ازاي يستخدموا تعويذه
تعويذة التخزين. قال لهم ببساطة انهم محتاجين يستخدموا ايديهم كأنهم بيفتحوا حفرة في الهواء يقدروا يخزنوا فيها الحاجة بتاعتهم. الكلام كان باين عليه سهل وهو بيقوله، لكن التطبيق كان حاجة تانية، وكلهم فشلوا في اول محاولاتهم. لويد فكر ان يمكن هو اللي بيشرح غلط، بس داجس طمنه وقال له بالعكس انت شرحت ممتاز، بس احنا لسه مبتدئين وده شيء طبيعي. سيليكا فجأة جات لها فكرة وقالت طب ما نجرب نقول اسم التعويذة بصوت بدل ما نحاول نعملها في صمت زي ما لويد بيعمل. وفعلا اول ما قالتها بصوت الفتحة ظهرت، وكلهم بصوا لبعض وقالوا احنا كنا بنعملها غلط من الاول، لانهم كانوا فاكرين انهم لازم يعملوها من غير كلام زي ما لويد بيعمل. واثناء ما كانوا بيتكلموا لويد سمع صوت غريب جاي من بين الاشجار، فقال لها بسرعة روحي صح الباقيين في حاجة جاية. وبعد شوية مجموعة ضخمة من عناكب متوسطة الحجم دخلت الغابة بكميات كبيرة، والفريق كله حاول يستخبى، لكن يوي بالغلط داست على فرع خشب وكسرته، وصوت الكسر كشف مكانهم. العناكب لفت عليهم والفريق اضطر يطلع اسلحته ويستعد للقتال. بس في اول لحظة واحدة من العناكب خطفت عصاية سيليكا السحرية ورمتها فوق شجرة، فبقت مش قادرة تعمل اي تعويذة هجومية، والوضع بدأ يسوء. ساعتها لويد اضطر يتعامل هو وقرر ياخد القيادة، رمى على الفريق كله تعويذ تقوية وقال لي يو تطلع تقاتل العناكب عشان تشغلهم، وطلب من كروس يروح يجيب العصاية بتاعت سيليكا من فوق الشجرة. واول ما العصاية رجعت قال لهم يضربوا مع بعض، وساعتها قضوا على العناكب كلهم. الخطة اشتغلت بالظبط زي ما لويد رسمها وكلهم طلعوا منها بخير. بس لويد كان حاسس بالقلق وقال لهم انا اسف اني اخدت قرارات ودي مش مسؤوليتي، انا مش القائد. بس الكل بص له وقال له انت عبيط في دماغك، انت انقذتنا ومحدش شايل منك، بالعكس احنا محتاجينك تكون القائد في المواقف اللي زي دي. وتاني يوم الصبح الكل لما حاجته وخزنوا كل حاجة في مساحة التخزين بتاعتهم وبدأوا يستعدوا يكملوا رحلتهم. لكن لويد كان سرحان مشغول البال لانه حاسس ان اللي حصل مع العناكب مش صدفة، وكأن في حد بيحركهم من ورا الكواليس. على مدار الايام اللي بعدها لويد قرر انه يفضل صاحي طول الليل يراقب المكان، يمكن يحصل هجوم تاني او حاجة. بس باقي الفريق بدأوا يقلقوا عليه عشان اللي بيعمله ده مش كويس على صحته خالص، ومش طبيعي يفضل صاحي للدرجة دي من غير ما يرتاح. فاقترحوا يرجعوا تاني نظام المناوبات، كل واحد ياخد دور في المراقبة. بس لويد قال لهم انه تمام كده ومتعود اصلا يفضل صاحي بالليل، ومن وجهة نظره بمهارته البسيطة دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن يحس بيها انه مفيد للفريق. بس الكلام ده مش حقيقي خالص والكل عارف كده، وعلى قد ما حاولوا يقنعوه قبل كده انه مميز ومهاراته مش قليلة هو لسه مش مدرك ده خالص، كأنه مش شايف نفسه زي ما هما شايفينه. فسيليكا قالت خلاص بقى بلاش نكمل في الكلام ده دلوقتي وننام احسن. وقبل ما يسيبوه قالت له ارجوك ما تضغطش على نفسك اكتر من كده، كفايه اللي بتعمله. وتاني يوم الصبح الفريق كمل رحلته، ويوي كانت ملاحظه قد ايه ثقه لويد في نفسه قليله، وده قلقها جدا. ولما شافته واقف لوحده وبيعمل تعويذه في سره كده قربت منه وسالته انت بتعمل ايه؟ فرد عليها وقال لها ده مجرد سحر كشف بسيط كده عشان اشوف اذا كان في وحوش قريبه ولا لا. بس بالنسبه ليوي السحر ده مش بسيط خالص، بالعكس ده نادر جدا، وهي عمرها ما قابلت حد بيعرف يعمله قبل كده. انما لويد شايفه عادي جدا وبيقول ان المدى بتاعه مش كبير، كام كيلو كده، بس حاسس انه هيكون امن لو فضل يستخدمه كل شويه وهما في السكه. يو وافت ان السحر ده يخلي الرحله اكتر امان، بس كانت قلقانه انه يرهق نفسه لو فضل يعمل ده طول الوقت، خصوصا ان السحر قوي مش سهل. فسالته لو محتاج مساعده في اي حاجه، بس هو رد وقال انه يقدر يتصرف لوحده ومش محتاج مساعده من حد. في نفس الليله يو وسيليكا كانوا قاعدين جوه الخيمه وبيتكلموا سوا، وبداوا يتساءلوا هو ليه مش بيطلب مساعده من اي حد، هل يا ترى مش واثق فيهم؟ يو كانت عارفه انه شاطر وقدراته عاليه، بس هو رافض تماما انه يعتمد على اي حد في الفريق مع انهم المفروض زمايل ومكملين بعض. سيليكا قالت ان ده مش غريب قوي لان طبيعي الناس تاخد وقت لحد ما ترتاح للي حواليها، وقالت كمان انهم في الاول كانوا نادرا لما بيتكلموا مع بعض، لكن دلوقتي بقوا زي الاخوات، وده حصل برضه مع الوقت. انما حالة لويد غير، هو باين عليه انه شايف نفسه ضعيف، فبيحاول يثبت عكس ده باي شكل مع انه مش محتاج يثبت حاجه اصلا. يوي حاسه انه اكيد في سبب خلاه يبقى كده، وهي متاكده ان في يوم من الايام هيفتح قلبه ويحكي، بس محتاجين يصبروا عليه. بره الغابه لويد كان لسه بيحرس، وفجاه داجس جاله وقال له محتاجك في حاجه كده، ممكن تساعدني؟ لويد وافق على طول، بس قال له انه مش مرتاح يسيب مكان المراقبه كده. ساعتها كروس دخل وقال له ما تقلقش انا همسك مكانك. فلويد وافق في الاخر وراح مع داجس. دخلوا شويه لجوه الغابه، وداجس بدا يركب نظام من اجراس متعلقه على الشجره. فلويد ساله هو ايه ده؟ داجس رد وقال له الجرس ده هيدينا انذار لو اي وحش قرب، يعني مش لازم تفضل صاحي طول الليل دلوقتي. بس لويد اعترض وقال انا مش هعرف استخدم سحر الكشف وانا نايم. داجس بص له وقال له هو انت مش واثق فيا ليه كده؟ لويد بسرعه رد وقال له انا اكيد واثق فيك، ومن طريقته باين عليه انه فعلا مش واثق فيه كفايه، دايما بيصر يستكشف لوحده وبيرفض اي مساعده من اي حد في الحراسه او اي حاجه تانية. لويد قال لداجس ان الموضوع مش كده، هو بس اتعود كده لان ميرلين فضلت تقول له كده طول عمره ان لازم يتعلم يعمل كل حاجه بنفسه. وكمان اول فريق انضم ليه لما راح العاصمه وصفوه ان عديم الفايده، فحس انه لازم يثبت نفسه باي شكل حتى لو هيهلك نفسه. داجس قال له انه ما بيشوفوش عبء على الفريق خالص، وبصراحه حتى لو كان بيسحب الفريق ورا شويه مفيش مشكله، لان الفكره كلها اننا نعتمد على بعض ونساعد بعض. بس لويد عمره ما فكر في الموضوع كده، فكره الاعتماد على حد تاني اصلا ما جاتش في دماغه، فالكلام ده بالنسبه له كان زي صدمه وفتح له عينه على حاجات جديده تماما. وداجس من ناحيته قعد يتساءل هو ايه اللي لويد شافه في حياته وخلاه يوصل للمرحله دي. بس في الوقت الحالي داجس قال له بلاش نفكر كتير
كتير ونروح ننام شويه. رجعوا هما الاتنين على المعسكر وكروس قعدوا يحرسهم مكانه، وساب لويد وداجاس يناموا شويه جوه الخيمه. وده كان جديد تماما على لويد لانه مش متعود يسيب الحراسه كده، بس فكره انه يكون عنده ناس فعلا يقدر يعتمد عليهم كانت عاجباه وقرر يديها فرصه. تاني يوم الصبح لويد راح ليو وطلب منها تساعده يجيب شويه ميه. يو وقفت مكانها مصدومه لحظه عشان دي اول مره لويد يطلب منها مساعده في اي حاجه، بس كانت فرحانه جدا انه اخيرا بدا يعتمد عليها ووافقت بكل حماس. وفي نفس الوقت ده في قلعه قريبه كان في كونت شرير اسمه مايكل وصل له تقرير بيأكد ان كل احجار السحر اتوزعت زي ما هو مطلوب. مايكل كان مبسوط جدا لان الخطه دي ماشيه زي ما هو عايز، وبفضل هجمات الوحوش اللي هو خطط لها اغلب المغامرين اللي في العاصمه اتبعتوا في مهمات، وما فاضلش هناك غير شويه مغامرين من المستوى الضعيف وفريق الابطال. وبصراحه مايكل كان يتمنى لو فريق الابطال كمان اختفوا، بس هو واثق انه يقدر يغلبهم بالقوه اللي عنده، فمش شايفهم مشكله كبيره. نرجع للغابه. الفريق كان لسه ماشي في الرحله، بس يو بدات تحس بحاجه مش مريحه. المكان كان هادي بزياده والهدوء ده مش طبيعي خالص، والباقي كمان لاحظوا انهم ما قابلوش ولا وحش واحد من ساعه ما دخلوا الجزء ده من الغابه. يو سالت لويد هو انت ليه داخل بموضوع ان مفيش وحوش هنا؟ لويد رد وقال انا بس بستخدم تعويذه الكشف ودي مش بتطرد الوحوش اصلا، فده معناه ان في حاجه تانية هي اللي مخوفه الوحوش. وقتها لويد وسع مدى السحر بتاعه عشان يشوف فيه ايه. بعد شويه تركيز لقط اشاره غريبه وقال لهم ان في قطيع وحوش كبير جدا على بعد حوالي 2.5 كيلو من هنا، وبحسب الخريطه ده نفس الاتجاه اللي فيه المزرعه اللي رايحين لها. قبل ما يكملوا كلام عن المزرعه يو طلبت منه يعمل مسح كامل للمنطقه في حدود 2 كيلو حواليهم. لويد وافق وقال لها تمام، بس اللي معاه قالوا له ان المدى ده كبير جدا ويفوق قدرات اقوى الصحراء بمراحل. لويد ما كانش يعرف ان ال2 كيلو دول حاجه مبهره كده، وكان لسه بيحاول يقلل من اللي عمله، وقال يعني ده الحد الاقصى اللي اقدر اوصل له، وكمان بياخد منه طاقه كبيره فمش هقدر اعمله كتير. بس برغم كده اللي عمله ده كان فوق العادي. يو كانت خلاص هتنفجر من كتر ما هو مش مدرك قد ايه هو قوي. انت غبي يالا، بس دلوقتي مش وقت توضيح، عندهم مهمه محتاجين يخلصوها. واخيرا وصلوا للمزرعه، وبرغم انهم كانوا متحضرين لهجوم كبير، بس المنظر اللي شافوه بعينهم كان مرعب جدا. عدد الذئاب العملاقه لوحدهم كان كفايه يرعبهم. بس لويد فاكر التقرير كان بيقول ان في انواع تانية من الوحوش المفروض تبقى موجوده، فبدا يتساءل هم راحوا فين الباقيين، لان الغابه دي معروفه بوحوش اقوى بكتير من الذئاب، ومفيش اي منطق ان الذئاب تكون هي اللي سيطرت. لويد سال يوي هو فين صاحب المزرعه، بس هي قالت له انها مش متاكده. كل اللي عارفاه ان الطلب قال انه اتصاب وراح يعيش مع ابنه في المدينه. وفجاه كروس لمح حاجه غريبه جوه المزرعه وقال لهم يبصوا، بس للاسف الباقيين ما قدروش يشوفوا حاجه من بعيد زي كروس لان نظرهم مش بنفس قوته. لويد هو كمان برضه ما كانش شايف، فعمل تعويذه تعزز النظر بتاعه، ولما بص تاني شاف حجر غريب جدا في نص المزرعه. عمل نفس التعويذه للباقيين وكلهم قالوا ان الحجر ده شكله مش مبشر بالخير خالص. ومن اللي شايفه لويد قال غالبا ده سحر اورك. ميرلين زمان قالت له ان الاورك بيستخدموا سحر يقدر يتحكم في الوحوش، فممكن يكون في حد بيستخدم الحجر ده عشان يجمع الوحوش في المكان ده. وعشان يتاكد لويد عمل تعويذه الكشف تاني، وزي ما كان متوقع لقى قطيع تاني ضخم جدا من الوحوش جاي ناحيتهم على طول. وبدا يسال نفسه هو في حد ممكن يكون عمل كل ده لمجرد انه يقضي على الفريق؟ يعني كان في طرق اسهل من كده بكتير. بس قبل ما يغرق في تفكيره اكتر كروس فكروا ان القطيع التاني جاي عليهم ولازم ينسحبوا باسرع وقت. يو قالت له انهم ما ينفعش ينسحبوا دلوقتي لانهم لو انسحبوا المزرعه هتتدمر خالص. بس كروس رد وقال ان مفيش اي فرصه يقدروا يواجهوا 4000 وحش لوحدهم. داجاس هو كمان شايف ان الانسحاب مش ممكن دلوقتي، حتى لو عرفوا يهربوا ممكن يسحبوا الوحوش معاهم على القريه من غير ما يقصدوا. كلهم واقفين محتارين مش عارفين يعملوا ايه. بس لويد قال انهم لازم يقفوا ويقاتلوا لانه عنده خطه، واول حاجه قالها انه لازم يتخلص من حجر السحر ده. سال كروس لو يقدر يسيبه من هنا. كروس قناص جامد يا صديقي وعنده ثقه انه يقدر يسيبه، بس الحجر بعيد جدا ومش ضامن الضربه تكسره من اول مره. لويد قال له يا عم مفيش مشكله لانه هيعوض فرق القوه بالسحر بتاعه. وفعلا كروس جهز السهم بتاعه وقبل ما يرميه لويد استخدم سحر التعزيز 3 مرات ورا بعض على كروس وعلى القوس وعلى السهم علشان يزود القوه لاقصى درجه، والنتيجه السهم طار وكسر الحجر في ضربه واحده. كروس كان مصدوم وسال لويد انت عملت ايه؟ فقال له ببساطه انه عزز ال3 حاجات في نفس الوقت، وده اصلا مستحيل لحد عادي يعمله. بس لويد كعادته مش واخد باله من اللي بيعمله. لويد ده عيل مقرف يا صديقي. بعد ما الحجر اتكسر الوحوش بدات تهجم على بعض لان السيطره اللي كانت عليهم راحت، وده قلل عددهم بشكل كبير. لويد كان بيتمنى كمان ان باقي الوحوش تبطل هجوم لما الحجر يتكسر، بس للاسف ما حصلش، والوحوش فضلت جايه ناحيتهم، فكل واحد خد مكانه مستني اللحظه المناسبه للهجوم. لما الوحوش قربت توصل لويد ادى الاشاره وسيليكا بدات تستخدم تعوذه النار بتاعتها. اللي حصل كان فوق كل التوقعات، الوحوش بتتبخر حرفيا قدام عينها والفريق كله اتصدم لانهم عارفين ان تعوذه سيليكا مش بالقوه دي. فسالوه هو انت عملت ايه يا باشا؟ قال لهم ببساطه انه زود سحر المانع عندها وقلل استهلاك الطاقه فبقت تعوذه اكتر فعاليه. وبعد ما المرحله الاولى نجحت لويد جرى على كروس علشان يكمل الخطه. عمل معاه اتصال ذهني وابتدى يبلغه مكان كل الوحوش الطايره وسط الدخان، وكروس بدا يصطادهم واحد ورا التاني بدقه رهيبه. واول ما خلصوا من الوحوش الطايره بدا لويد اخر خطوه. راح لسيليكا وسالها لو خلصت على الوحوش الباقيه، فقالت له انها فعلا خلصت عليهم بس المانع بتاعتها قربت تخلص. فطمنها وقال لها تمسك ايده. اول ما مسكت ايده ابتدى ينقل لها مانع من طاقته، وسيليكا استخدمتها عشان تعمل تعويذه
بتسحب مطر فوق الغابه عشان تطفي الحرايق، وبعد ما خلصت وقعت من التعب لانها استهلكت كل طاقتها. ولويد هو كمان كان على اخره، بس بالرغم من ان يوي والباقيين كانوا بيشكروه وبيمدحوه على اللي عمله، هو من جواه كان بس بيفكر قد ايه هو فاشل علشان تعب من قتال 4000 وحش. لويد كان حاسس بالراحه انهم خلصوا المهمه، بس في احساس غريب بيزن في دماغه، ولو احساسه صح يبقى هم كلهم اتضحك عليهم. كل ما لويد يفكر اكتر الموضوع باين انه فخ متظبط بحرفنه، ولو فعلا فخ يبقى الهدف منه انهم يبعدوا المغامرين الكبار عن العاصمه، وده معناه ان في حد كان مخطط يضعف دفاعات المدينه عشان يهاجموها وهي من غير حمايه كافيه. بس الباقيين فكروه ان لسه فرقه البطل والفرسان موجودين، يعني المدينه مش فاضيه من الدفاعات خالص. ومع كده بما ان التحذير جاي من لويد محدش فيهم يقدر يتجاهله. يوي قالت يلا نرجع بسرعه نتاكد ان كل حاجه هناك لسه تمام. لويد وافق ومن غير ما يقول ولا كلمه عمل تعويذه سرعه لكل اصحابه وبدا يجري ناحيه المدينه. الباقيين شافوه مش فاهمين ازاي بيتحرك بالسرعه دي، بس فجاه لقوا نفسهم بقوا بنفس سرعته، فعرفوا انه اكيد عمل حاجه. وفي الوقت اللي لويد والباقيين بيجروا على المدينه، الكونت كان قاعد على مكتبه لما الجنرال جيرا دخل عليه وساله الخطه ماشيه ازاي. الكونت قال له انه تقريبا جاهز للهجوم، وكل ده بفضل البنت اللي بريسك خطفها لانها كانت مفيده جدا وبيخطط يعمل عليها تجارب كتير، وهيبقى عنده وقت طول ما المدينه وقعت. ريس حس ان الكونت بيخطط لحاجه سودا بس محبش يعترض، خصوصا انه كان ايد الشيطان اليمنى زمان. في الوقت ده البنت كانت محبوسه في زنزانه الكونت، وكل شويه بيجي يديها جرعات سحريه وبعدين يسحب منها طاقتها عشان يعمل الكريستالات السحريه اللي بتجذب الوحوش. الموضوع اتكرر معاه لدرجه انها فقدت اي رغبه في المقاومه. رجعنا لويد وجماعته كانوا بيعدوا في حقل واسع والطريق مفتوح يوصلوا المدينه بسرعه، بس سيليكا بدات تقلق على صحه لويد لانه اكيد مرهق من الحفاظ على تعويذه السرعه فتره طويله. لويد استغرب وقال لها انه لما تتعود عليها استهلاك المنى بيقل جدا ومش بتاثر عليه. لما سالوه يقصد ايه بيتعود، حكى لهم انه من هو صغير ميرلين سابته في نص الغابه وقالت له ما يرجعش غير لما يعرف طريقه لوحده، وطبعا كونه ساحر دعم ما كانش يقدر يهزم الوحوش فكان بيعمل تعويذات دعم على نفسه ويجري عشان ينجو، وفضل يجرب انواع كتير من السحر لحد ما رجع. الباقيين اتصدموا بس هو شايف ان ده تدريب عادي. يو وسيليكا وقفوا بقى وزهقوا وقالوا له ان الطبيعي ما يتسابش كده في الغابه لوحده، لكن لويد فهمها بالعكس، افتكر ان العيال العاديين بيتدربوا على حاجات اصعب فحس انه ضعيف. بعد ما ارتاحوا لويد عمل تعويذه السرعه تاني وكملوا جري، لكن فجاه لويد وقف فجاه فالباقيين وقعوا من اندفاعهم. لما سالوه وقف ليه قال لهم انه حس بحاجه قدامهم وهو بيعمل بحث ومش عارف هي ايه. سيليكا سالته اذا كان وحش لكنه شايف ان الاحساس اكتر شبه صياد بيدور على فريسته ومش هيعرف اكتر غير لما يقرب منها. لويد قال للباقيين يكملوا هم وهو يروح يشوف ايه اللي بيحصل، بس هو اعترضت فورا قالت له انت مش عارف داخل على ايه، ولو لقى حاجه خطيره مش هيعرف يواجهها لوحده. لويد اعترف ان معاها حق، والباقيين قالوا انهم فريق واحد ولازم يحققوا سوا. شكرهم على اهتمامهم وبدا يقودهم لحد ما قربوا من مصدر الاشاره، وهناك قلب ثقه ان في شياطين جوه البيت ده. يو استغربت وسالته اذا كان متاكد لانها عارفه ان الشياطين مكانهم الطبيعي بعيد، هم اصلا ممنوعين يدخلوا الدوله الكبيره في القاره. لكن لويد كان سامع الكلام ده لاول مره واعترف انه مش فاكر حاجه من طفولته، واول ذكرى ليه كانت يوم ما ميرلين اخدته بعد ما الحرب خلصت. داجاس قال له انهم لازم يبلغوا فرسان المدينه فورا، ولويد وافق بس حب يجمع شويه معلومات قبل كده. قال لهم ان الطاقه اللي حاسسها من البيت ده شبه طاقه الكريستالات اللي جذبت الوحوش قبل كده، وده ممكن يربط الشياطين دول بالمخطط للهجوم على المدينه. يو وافقته واقنعت الباقيين انهم كده بيحموا الناس ولو عندهم حظ ممكن يمنعوا الهجوم كله. قربوا من الشباك وبصوا لقوه فاضي. لويد مسح المكان تاني وعرف ان الشياطين تحت الارض. طلب من سيليكا تستخدم سحر الارض، ولما وافقت عمل تعويذه تعزيز للكل وهي عملت حفره رمليه نزلتهم عند الشياطين. الشياطين اتصدموا وسالوهم مين انتم؟ مين احنا انتوا اللي مين؟ يو هددت واحد بالسيف عشان يتكلم قبل ما شيطان تاني يرمي عليها صخور ويشغلها ويدي فرصه للاول يهرب. كروس استغل الفرصه وضرب واحد من الشياطين والاول جرى وقفل الباب وراه. الباقيين حاولوا يهجموا على يو وهي مشغوله لكن كروس ضربهم في رجلهم فيو خلصت عليهم بسهوله. بعد ما خلصوا عليهم دخل ورا الشيطان الاخير لقوه بيغلف بنت في شرنقه سحريه عشان ينقلها، بس يو الباقيين كسروا الباب فهرب لفوق. طلعوا وراه لحد ما خرج بره وكان خلاص هيهرب. لويد قال ليو تقطع عليه الطريق من قدام وسيليكا وداجاس يجوا من الجانبين، وفعلا حصروه. لويد قال له يستسلم لانه عنده اسئله كتير لكن الشيطان رفض، وفي اخر محاوله عمل تعويذه برق عشان يمسحهم كلهم. لويد لمح التعويذه قبل ما تضرب فعمل درع سحر ورد الهجوم، والضربه الاخيره اخترقت صدر الشيطان وهو مات. بعدها مسك لويد الشرنقه وفكها واتصدم لما لقى جواها بنت من جنس الوحوش. اخدوها للكوخ وحطوها على السرير ترتاح، لكن بما ان كل الشياطين ماتوا ومفيش حد يقدر يسالوه غيرها، هي شكلها مش هتفوق قريب. داجاس سال لويد لو يقدر يعالجها. لويد رفع عصايته وبدا يعالجها. سيليكا اتبهرت بقد ايه سحره في الشفاء قوي فقال لهم بهدوء انه طوره في وقت فراغه، بس تعديل التعويذات حاجه شبه مستحيله ومعظم المغامرين ما يعرفوش يعملوها اصلا، وان اللي بيعملوا ده شيء خارق. لويد ما كانش يعرف انه موهوب بالشكل ده لانه اتعود يساعد ميرلين في تعديل التعويذات، لكن المره دي اخيرا ما حاولش يقلل من نفسه. البنت بدات تتحرك وفجاه يوي غرقتها بالاسئله. بنعرف ان اسمها كلير. لويد سالها ليه الشياطين حابسينها لكنها سكتت، فغير الموضوع وقال لهم انهم جايين ينقذوا مزرعه كانت بتتهاجم من وحوش، وان الوحوش كانت بتظهر بسبب كريستاله سحريه، وهو حس بطاقه وحوش منها وافتكر ان النوع ده عندهم قدره يتحكموا في الكائنات، فسالها لو هي السبب. كلير اترددت لكن اعترفت ان سحرها هو اللي بيشغل الكريستالات دي. وفي المدينه الحراس لقوا كريستاله من اللي الشياطين حاطينها، لكن كان فات الاوان لان الوحوش بدات تظهر وبقت المدينه في خطر. ألان كان محبط لانه بيدور على بديل للويد وكل الصحراء البيض اللي قدمه مش قادرين يعملوا نص اللي بيعمله. رينا حاولت تقول له
ان لويد حاله خاصه، لكنه رفض واعتمد ان باقي السحرة البيض كلهم فاشلين. فجاه واحد من حرس الامبراطور دخل وقال ان في اكتر من 10,000 وحش ظهروا بره المدينه، والملك عايز فرقه البطل تساعد في الدفاع. ألان وافق فورا، والحراس افتكر انه عارف هو بيعمل ايه، بس الحقيقه انه مش فاهم حاجه. بعد ما الحارس مشى، شينا سالته لو متاكد، لكنه كان مشغول بالتفكير في المجد اللي هياخده لما ينفذ طلب الملك. والباقيين حاسين ان النهايه مش هتبقى كويسه. في الغابه بقى لويد وكلير لقوا الموجه الثانيه من الوحوش، ولو الوحوش دي انضمت للهجمه على المدينه مش هتنجو خالص. لويد قال لكلير لازم يوقفوهم، لكنها قالت لو في طريقه يعني نمنعهم من غير ما نقتلهم، رغم ان الشياطين كانوا مسيطرين عليها، بس هي لسه حاسه انها مسؤوله جزئيا عن الوحوش، ما هي قوتها هي اللي جابتهم كلهم هنا من الاساس. لويد بيلاحظ ان كلير فعلا شايله هم الوحوش، فبيوعدها انه يلاقي خطه تنقذ المدينه وتقلل خسائر الوحوش على قد ما يقدر، بس علشان يعمل كده محتاج مساعدتها. بيسالها لو تقدر تستخدم سحرها عشان ترجع الوحوش لاماكنهم الطبيعيه. كلير بتقول ان الموضوع ممكن، لكن مش واثقه انها تعرف تنفذه على عدد كبير بالشكل ده. لويد بيقول لها طب لو استخدمت سحر الدعم بتاعي الوضع هيفرق. كلير مش متاكده اذا كان هينفع ولا لا، لكنها موافقه تحاول. بدات تحاول تستخدم سحرها عشان تتواصل مع الوحوش، لكن قبل ما تفعل التعويذه بيتقطع السحر بسبب حاجه في الغابه، ومش هتعرف تعمل حاجه لحد ما اكتشفوا ايه اللي عمل التشويش. في الوقت ده في النقابه، ألان جامع كل المغامرين اللي لسه موجودين في المدينه، لكنه محبط من ضعفهم. شينا بتقول له ان كل الفرق اللي ترتيبها ايه او اعلى اتبعتت في مهمات، واللي باقي هنا كله من بي او اقل، وده اكيد مش الوضع المثالي، بس ده مش مبرر يعني انه يقلل منهم كده. ألان بقاله فتره بيتعامل مع مغامرين الفئه بي كانهم مالهمش قيمه، وده بدا يعصبهم. قبل ما الامور تسخن، رئيس النقابه بيدخل ويقول لهم يهدوا، لانهم هنا عشان يقاتلوا الوحوش مش يتخانقوا مع بعض. ألان بيوافق يبطل قله احترامه وبيقف يعلن خطته للهجوم. السحرة هيبداوا المعركه باقوى تعويذه هجوميه عندهم عشان يقتلوا 10 وحوش لكل واحد، واثناء ما السحرة بيستعيدوا طاقتهم، ألان وباقي المقاتلين هيندفعوا للقتال عشان يكسبوا وقت، وهيكرروا الحركه دي لحد ما يخلصوا على الوحوش. على الورق الخطه شكلها كويس، لكن المغامرين بيقولوا لألان انهم ما عندهمش القوه الناريه الكافيه، واقصى حاجه ممكن يعملوها ان اقوى تعويذه عندهم تقتل وحش واحد بس، مستحيل يقتلوا 10 لكل واحد. ألان بيبدا يزعق فيهم، لكن ميا بتقطعه وتقول له حتى هي مش هتعرف تعملها. ألان بيستغرب وبيسالها بتتكلمي عن ايه، فبتشرح ان من فتره قوتها في السحر قلت فجاه وما بقتش تعرف تستخدمه بكفاءه زي الاول. واللي بيحصل ده مش معاها بس، لا، شينا ولولو ورينا كلهم لاحظوا ان قوتهم قلت بشكل واضح، وده بدا من تاني يوم بعد ما لويد ساب فرقتهم. ألان بيتهمهم انهم كذبوا عليه بخصوص قدراتهم، لكن رينا بتقول له محدش كذب عليك، والمفروض انك انت كمان حاسس بنفس التاثير، ولو كنت بتتدرب بجد كنت هتعرف انك ضعفت، لكن انت كنت مشغول تفرح بنفسك وبانك بطل. هي بتقول له بصراحه يعني انه ما يستحقش لقب البطل، والكلام ده قدام كل المغامرين. ألان بيتحرج ويتنرفز، بيحاول يثبت قوته انه يضرب رينا باقصى قوته، لكنها بتوقف الضربه بكف ايدها بسهوله. وطبعا كل النقابه شافت اللي حصل وسمعوا ازاي كان بيشتمهم نص ساعه قبلها، فسمعته اتكسرت خلاص. ألان بيجري بره النقابه من الاحراج، والمغامرين بقوا بيسالوا ازاي حد زيه اصلا بقى بطل. دلوقتي واضح انهم ما يقدروش يعتمدوا عليه. الناس بدات تتساءل بقى هيتصرفوا ازاي، لان هجوم الوحوش قرب جدا، وبعضهم بدا يفكر يسيب المدينه، لكن رينا قالت لهم يهدوا لانها لسه ناويه تقاتل. وجودها طمنهم لانهم عارفين انها قويه وكفء، لكن من جواها عارفه ان الوضع خطير جدا. اول حاجه عملتها رينا انها سالت الناس لو حد شاف واحد اسمه لويد، وهي مشغوله بتدور عليه. لويد كان لسه في الغابه مع كلير، وهناك لقوا كريستاله سحريه وسط الشجر. الكريستاله دي زي اللي لويد شافها قبل كده، وطاقه الظلام اللي طالعه منها غالبا هي السبب اللي بيخلي تعويذه كلير مش شغاله، وده معناه انه لو ما دمروهاش كلير مش هتعرف ترجع تتحكم في الوحوش. بس الكلام اسهل من الفعل، لان الغابه غالبا مليانه على الاقل 10 كريستالات زي دي، ومكانهم مش معروف، وده هيخلي البحث صعب جدا. لويد وافق ان البحث في الغابه كلها هياخد وقت طويل، فسال كلير اذا كانت تقدر تحس بمكان الكريستالات. بما انهم بيستخدموا قوتها، كلير اكدت انها تقدر تحس بطاقه الكريستاله لو كانت قريبه منها، بس الغابه كبيره جدا ومش هتعرف تحدد مكانهم كلهم. لويد قال لها ده مش مشكله، لان عنده خطه ممتازه في دماغه. وقبل ما كلير حتى تسال كان هو بالفعل عمل تعويذه وعزز قوتها، فبقت تقدر تحس بكل الكريستالات في الغابه، والمواقع بتوصل مباشره لعقل لويد. بعد كده عمل تعويذه اخفاء وجود لنفسه وليها عشان يتحركوا بسهوله من غير ما حد يلاحظهم. كلير اتصدمت لانه عمل كل ده من غير ما يبان عليه اي مجهود، والمهم انهم قدروا يتسللوا وسط الوحوش. كلير بدات تفك السحر المظلم بتاع الكريستالات، وفي الوقت نفسه في المدينه كل المغامرين يتجمعوا بره الاسوار بيستعدوا للمعركه، بس القلق لسه ماليهم. قبلها رينا شرحت لهم ان الشخص اللي كان سبب نجاح فرقه البطل هو لويد، وهو السبب الوحيد انهم وصلوا لحد هنا. المغامرين سالوا طب ليه طردوه من فرقه الابطال لو كان مهم كده، فقالت عشان كانوا اغبياء، كانت غلطه منهم انهم اتغروا بلقب الابطال، ولما كانوا بيكسبوا المعارك كانوا فاكرين ان الفضل ليهم لوحدهم، ومش شايفين مجهود لويد خالص في دعم الفريق، ودلوقتي املهم الوحيد انه يساعدهم. لكن رئيس النقابه قال لها انه مش في المدينه دلوقتي، وانه بعد ما اتطرد انضم الفريق من المستوى اس وخرجوا في مهمه صيد وحوش، والرحله للمكان ده بتاخد ايام للشخص العادي. بس رينا فكرت اكيد بيستخدم سحر الدعم عشان يسرع الرحله، فلو عندهم حظ ممكن يكون رجع دلوقتي. مفيش قدامهم حل غير انهم يحطوا املهم كله ان لويد يوصل قبل فوات الاوان. رينا حطت خطه، الرماه هيضربوا اول دفعه سهام عشان يقللوا عدد الوحوش، ولما الوحوش تدخل الخنادق اللي حفروها اصحاب الدروع هيقفوا يصدوهم، وفي الوقت ده الصحراء هيضربوا بكل قوتهم. الخطه مش سهله، لكن لو نفذوها ممكن
ويفضلوا واقفين على رجلهم لحد ما لويد وفريقه يوصلوا. في الغابه بقى لويد وكلير لقوا اخر كريستاله سحريه، واول ما عطلوا قوتها الوحوش رجعت لطبيعتها، لكن لسوء الحظ الوحوش اللي حوالين المكان كانوا ذئاب وفهود وهم اعداء طبيعيين. فاول ما رجعوا لطبيعتهم بداوا يتخانقوا مع بعض. وسط المعركه واحد من الوحوش خبط كلير، وده تسبب في انه يفك تعويذه الاخفاء عنها، فكل الوحوش وجهوا نظرهم ليها. كلير اتشلت من الخوف ونسيت انها تقدر تتحكم فيهم وكانت هتتاكل، لكن لويد لحقها وسحب انتباههم عشان يحميها. في المدينه الوضع مش احسن حاجه، رغم انهم لسه قادرين يصدوا الوحوش لكن بقالهم ساعات بيقاتلوا والكل بدا يتعب. الوحوش كانت بتكسر في تشكيلتهم شويه بشويه والدفاعات خلاص مش هتستحمل اكتر من كده. لكن قبل ما اليأس يسيطر عليهم فجاه كره نار ضخمه اتضربت على ارض المعركه، ودي كانت اشاره ان يوي والباقيين اخيرا وصلوا. في الناحيه الثانيه لويد كان بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يتفادى هجمات الوحوش، وده تقريبا كل اللي يقدر يعمله في الموقف ده. كلير كانت منبهره بسرعه تحركاته لكنها مستغربه ليه مش بيهاجمهم، خصوصا وهي متاكده انه قوي كفايه يقدر يهزم الوحوش دي بسهوله. ساعتها افتكرت وعده ليها انه هيقلل خسائر الوحوش على قد ما يقدر علشانها، وده غالبا السبب انه مش بيهجم، لكن هي مش حابه تشوفه بيعاني علشانها، فبدات تستخدم قوتها وتغني اغنيه بتخلي كل الوحوش تهدى وترجع للغابه. لويد اتمنى لو كانت عملت الحركه دي من الاول، لكنه كان لسه معجب بيها وسالها عملت ايه بالظبط. قالت انها بكل بساطه استخدمت قوتها وطلبت منهم يرجعوا للغابه وهم سمعوا الكلام. بعد ما الوحوش خرجت من سيطره السحر لويد قال لكلير انهم لازم يروحوا المدينه بسرعه، وفي المدينه المعركه لسه شغاله بقوه ضد الوحوش، وحتى مع مساعده فريق يوي ما يقدروش يقللوا العدد، وكمان اسلحتهم والمانع قربت تخلص، فالموضوع كان باين انه خلاص بينتهي. رينا فضلت تحمسهم انهم ما ييأسوش وان اكيد هيلاقوا طريقه للفوز، لكن الخطوط الاماميه كانت اتكسرت والجرحى في كل مكان. قدروا يصمدوا لحد الصبح لكن وقتها كل دفاعاتهم كانت اتدمرت، ومدير النقابه بدا يخاف ان دي تكون نهايه المدينه. لكن قبل ما المدينه تنهار الكل سمع صوت غنى جاي من على منحدر قريب من الغابه. كانت الست ام كلثوم واقفه بتغني ولويد واقف بالمايك وراها عشان يدعمها، وبفضلهم الوحوش كلها وقفت عن الهجوم وبدات ترجع للغابه. بعد ما الوحوش اختفت كلير وقفت الغنى وكانت على وشك انها تقع من التعب، لكن لويد مسكها وسندها. كانوا فرحانين انهم قدروا يمنعوا المدينه من التدمير، لكن الازمه ما خلصتش لان الشياطين هم اللي خططوا لكل ده ولسه عندهم خطط تانية، ودلوقتي في جيش من الجولم رايح ناحيه المدينه. فيا ترى لويد هيتصرف ازاي وايه اللي هيحصل لهم؟ هنشوف الجزء الجديد قريب جدا ان شاء الله. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واهم حاجه تصلي على النبي. اشوفك على خير يا صديقي.